صباحكم مع ناس اف ام. وإيمان من عناوين الصحف العربية الأسبوعية صبيحة هذا اليوم صحيفة حديث الناس في عنوانها الرئيسي: تسريبات وتلميحات العليا قررت إلغاء قانون لم الشمل وتخشى نشره. هكذا تقول حديث الناس في عنوانها الرئيسي. إذن مرة أخرى المحكمة العليا بلورت القرار ولكنها تخشى أن تنشره. وكما تذكرين إيمان هذا الأسبوع تم تمديد قانون لم الشمل مرة أخرى. إذن يبدو بأن المحكمة العليا لديها قرار لا تريد أن تنشره لأنها تخشى الرد الفعل الحكومي والجماهيري كذلك. هكذا تقول حديث الناس في العنوان الرئيسي. عنوان آخر: طبيب عربي في مستشفى روتشيلد عملية قسطرة فريدة لشرايين الكلى. هكذا يقول العنوان. وخبر آخر في حديث الناس: جسر الزرقاء أعضاء المجلس المحلي وموظفوه لا يسددون أثمان المياه ولا الأرنونة. ومنطقة الناصرة فوضى في أسعار منتجات الحليب والألبان. هذا في أيضا تقرير حديث الناس. نسبة المحاضرين العرب 2.7%. جامعات إسرائيل أبراج عاجية وعنصرية. صاحب خيمة الاحتجاج في طمرة خريج الخدمة المدنية. هكذا يقول هذا الخبر، تحدثنا معه خلال هذا الأسبوع وحدثنا عن الخيمة التي نصبها والتي فككها قبل 3 أيام. الشيخ رائد صلاح يرسم ويؤلف القصائد داخل سجنه. هكذا يقول هذا الخبر كذلك من حديث الناس. والأخبار الداخلية سنقرأها تباعا من خلال البرنامج. قبل ما أنتقل صحيفة كل العرب بدي أقرأ بعض عناوين في موقع العرب نفسه. قوات المعارضة الليبية أسرنا ضابطا برتبة كبيرة في القوات الموالية لنظام القذافي. ومواطنون تونسيون صواريخ من طراز جراد أطلقتها قوات القذافي سقطت داخل الأراضي التونسية بالقرب من معبر الذهيبة الحدودي. وأيضا خبر آخر من العرب في موقع العرب: أدت حكومة رئيس الوزراء المصري عصام شرف اليمين الدستورية الأمس أمام المشير حسين الطنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم، وانضم إلى الحكومة الجديدة 14 وزيرا جديدا بينهم وزيرا الخارجية والمالية، واحتفظ وزراء آخرون بمناصبهم. وأدى الوزراء الجدد في حكومة عصام شرف اليمين القانونية أمام قائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين الطنطاوي الذي طالب بسرعة استعادة الأمن والهدوء. خبر آخر في العرب: وضع الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي الذي سبق أن صدرت أحكام غيابية بسجنه لفترات يصل مجموعها إلى 50 عاما مجددا في مواجهة القضاء مع 2 من أقرباء له. دعت الأمم المتحدة للحوار بين كافة الأطراف في اليمين وصولا لحل الأزمة التي تعصف بالبلد في وقت توالت فيه تطورات الأمنية بمقتل بريطاني في انفجار سيارة. وصعد الجيش السوري في يوم الخميس في الأمس حملته العسكرية في مدينة حمص. وقال الناشطون أن إطلاق النار ودوي انفجارات سمعنا في حيباب السباع القديم في حمص بوسط سوريا. ويحاول الثوار تعزيز تقدمهم من حول ميناء البريقة النفطي في شرق ليبيا وإعداد هجوم نحو طرابلس في الغرب، بينما تظل قضية تنحي القذافي تشكل العائق الأكبر. مستمعينا الكرام، 10 دقائق بعد 8. أسعد الله صباحكم جميعا. برنامج صباحكم على راديو ناس نقطة اف ام بالتعاون مع راديو الأحلام على الموجة 97.3. ونحن في قراءة لعناوين الصحف هذا اليوم. في الصنارة العنوان الرئيسي: صحيفة الصنارة: إزاء حيرة القيادة وإمكانية تراجعها، دبلوماسيون أوروبيون يحثون الفلسطينيين على إجبار قيادتهم على التوجه إلى الأمم المتحدة. هكذا يقول العنوان الرئيسي في صحيفة الصنارة صبيحة اليوم. ولكي يكونوا البوصلة لهم، المواطنون العرب مستاءون من أداء أعضاء الكنيسة العرب. في تقرير الصنارة على الصفحة الأولى هذا الخبر: بعد 7 سنوات على وفاته ولأول مرة في تاريخ القضاء، روح المرحوم مروان القاسم تعود إلى المحكمة الإسرائيلية بجسد طفل في 7 من العمر. هكذا يقول هذا الخبر في صحيفة الصنارة. ولكن المحكمة ترفض هذا. رفضت المحكمة بعد ذلك طلب الدفاع بأن يشهد المرحوم بواسطة جسد الطفل مروان القاسم. إذن هذا الخبر في صحيفة الصنارة على الصفحة الأولى. في أعقاب إصدار أوامر
لإلزام الأطباء المتخصصين بكسر الإضراب. دكتور كلاين رئيس لجنة الأطباء في مستشفى مئير يقول: سنواصل النضال لتحسين ظروف عمل الأطباء المتخصصين. وفي ظل الاحتجاجات على أسعار الشقق، دكتور حنا سويد يقول: يجب أن نشارك بهذه الاحتجاجات كي لا نضيع فرصة ثمينة لرفع صوتنا عاليا. ازدحام شديد في الأعراس وتذمر كبير من أعبائها الاقتصادية، هذا أيضا في تقرير الصنارة صبيحة اليوم. إيمان تضحكي على الازدحام ولا على التذمر ولا على الاثنين؟ على كل شيء. الأعراس هاي الموسم تبع هذا الشهر وقديش حكينا عنها. صحيح. وفي عنوان آخر صحيفة الصنارة: بعد اجتياح العنف لمجتمعنا، مدير قسم علم النفس في جامعة حيفا سابقا البروفيسور رمزي سليمان يقول: سبب العنف أننا نحول ما نعترض له من عنف نحو الآخرين. وأستاذ علم الاجتماع في جامعة القدس البروفيسور محمد حج يحيى يقول: للأسف الأسرة لم تعد الوكيل الأساسي للتنشئة والتربية. عنوان أخير من صحيفة الصنارة صبيحة اليوم: تحت إشراف وتدريب النادي الكتالوني وعلى مستوى الرئيس أبو مازن، إقامة مدرسة كرة قدم تابعة لنادي برشلونة في فلسطين. وهذا الخبر أيضا في صحيفة الصنارة. في خبر أخير المستمعين الكرام: بعد اجتماع شامل في وزارة الصحة لواء الشمال ابتداء من 1/8/2011 1,000 شيكل غرامة لكل من يدخن في المستشفيات. يعني غريب إيمان أنه بكل محل كان ممنوع التدخين ما عدا المستشفيات، يعني مثل ممنوع يعني في محلات كثير مثلا، يعني في الأماكن العامة تحديدا يمنع التدخين نهائيا وفي غرامات. إذا كان المحل الوحيد اللي مسموح فيه التدخين في بعض الأماكن هو المستشفيات. هي كانت من المفارقات الكبيرة. نعم، من المفارقات الكبيرة برنارد. وننتقل إلى صحيفة كل العرب: السجن 26 عاما لجميل وعبد الرحمن عدس وقاصر آخر من جلجولي بتهمة القتل غير المعتمد. العائلة تقول: الحكم جائر ونشتم منه رائحة عنصرية. أزمة السكن تتفاقم والمجتمع العربي نائم. محمد أبو الهيجة من تمرة يسكن في خيمة ويدعو الشباب العرب للمشاركة في النضال. الباحث سعيد سليمان: 78% من الشبان العرب لا يمتلكون قطعة أرض للبناء داخل المخطط الهيكلي. ورجل الأعمال النصراوي سليم لحام يقول: العرب في حالة خمول بالرغم من أنهم المتضرر الأكبر. ودعوة رؤساء السلطات المحلية إلى العمل المشترك من أجل مواجهة إشكاليات التخطيط والبناء. في أعقاب نشر لجنة التنسيق المشتركة لجمعيات الحج والعمرة تسعيرة الحج للعام 2011. مكة للدفاع عن الحج والعمرة تهاجم وتنتقد. أجرة الباص موديل 96 تصل إلى 50,000 شيكل والغرفة الرباعية تصل إلى 47,000 شيكل. 47,000 شيكل غرفة رباعية لكم للشخص؟ ربما كل الغرفة 47,000 شيكل، لكن مبلغ هائل. خليها 47 ل4 يعني. نعم. كتير لا مبلغ خيالي. نعم. ممدوح إحسان الورديان أحد مبعدي كنيسة المهد لكل العرب: أطالب حركة حماس بإدراجنا على قائمة التبادل مع شليط. الشيخ رائد صلاح سيبقى في بريطانيا لأجل غير مسمى والمداولات في ملف ترحيله مستمرة. وفي صحيفة كل العرب أيضا: القيادة المصرية غاضبة على أبو مازن والسفير المصري في رام الله يدعوه لزيارة القاهرة. القيادة المصرية تدرس إمكانية فرض الحل على فتح وحماس. مدير عام الكلية الأكاديمية تلحاي يدعم الطلاب المتفوقين. لا أعرف إذا العرب أو اليهود أو اثنيناتهم. بشوف إسا بالأخبار من جوا. المحكمة في حيفا ترفض شهادة طفل درزي ادعت عائلة من الرامة أن روح فقيدها استنسخت فيه. وبعد إبعاد النائبة حنين زعبي عن جلسات الكنيسة حتى نهاية الدورة، النواب العرب يقولون إبعادها ملاحقة سياسية ومنزلق خطير. اعتقل بعد العثور على جثة زوجة مايا فارس. إطلاق سراح سعيد نجم من بيت جن بعد تقديم الدفاع لأدلة جديدة. إذن هذه هي العناوين في صحيفة كل العرب. إلى عناوين بانوراما هذا الصباح. في العنوان الرئيسي: بعد إبعادها عن جلسات الكنيسة على خلفية مشاركتها بأسطول الحرية،
عضو الكنيسة الزعبي تقول الكنيسة تحولت إلى محكمة ميدانية مستمرة لي بسبب ما أمثله من مواقف وبرامج سياسية. عنوان آخر مستمع الكرام، جد الجندي الأسير لدى حماس جلعاد شاليت يقول لبانوراما أنا فلسطيني قبل أن أكون إسرائيليا. هكذا جد جلعاد شاليت والمقابلة مع صحيفة بانوراما. عنوان آخر مستمع الكرام، بعد اعتقاله على ذمة التحقيق إطلاق سراح سعيد نجم زوج المرحومة مايا جميلي فارس من بيت جن الذي اعتقل بشبهة علاقته بقتلها. تواصل التحقيق بملابسات العثور على جثة المرحومة فارس بحرش قرب دير الأسد. وعارضة الأزياء أنجلينا دعاء فارس شقيقة المرحومة تقول لم نكن نتوقع أن يحصل لأختي ما حدث مطلقا. ممدوح زعبي، هذا خبر آخر، ممدوح زعبي من الطيبة الزعبي يقول يطالبونني بدفع 280 ألف شيكل أجرة لهدم بيتي، والحديث هو عن أزمة المساكن والخيام وكذا. وها هو ممدوح زعبي يطالب بدفع 280 ألف شيكل أجرة هدم بيته، هكذا يقول هذا الخبر في بانوراما. انتهاك، هذا خبر آخر، انتهاك حرمة المسجد القديم في شفا عمر وسرقة 4000 شيكل من مكتبته. هذا كذلك من أخبار صحيفة بانوراما في الصفحة الرئيسية. صحيفة الفجر الجديد، أردوغان بانتظار رد نتنياهو على مسودة اتفاق قبل نهاية الشهر. أنقرة تربط عودة علاقاتها مع تل أبيب باعتذار إسرائيلي رسمي عن الهجوم على سفينة مرمرة وتعويض ذوي الضحايا. الحكومة الإسرائيلية مستعدة لاعتذار هزيل بين هلالين منعا لتغلغل تركيا وإيران في المنطقة. انتهاء المرحلة الأولى لحملة جمع التوقيع دعما لاستحقاق أيلول. الطيبي يلتمس للعليا ضد شطب اقتراحه لتعديل قانون النكبة. محتجون فلسطينيون يغلقون مقر الأونروا في غزة. الكنيسة تقر بالقراءة التمهيدية قانون دعم متاحف المستوطنات. الرئيس عباس نريد الحصول على عضوية الأمم المتحدة للذهاب إلى المفاوضات. وفد إسرائيل يتوجه في أواسط أيلول إلى جنوب السودان. وموجة حر شديدة تضرب البلاد منتصف الأسبوع المقبل، حضروا حالكم. هذا كله من صحيفة الفجر الجديد. قديش دي سعر البطيخ إيمان؟ نتصل نشوف قديش دي سعر البطيخ فعلا، لأنه كمان كاتبين بالفجر ايش في جماعة بالنسبة للحر طبعا، وكاتبين بالفجر الجديد انه ارتفاع اسعار الوقود والكهرباء مطلع الشهر المقبل. كمان حر وكمان الكهرباء، يعني كمان كمان البطيخ بده يرتفع وكمان الكهرباء اكيد هذا رح يرتفع. الآن إلى بعض عناوين صحيفة عرب الداخل، والعنوان الرئيسي هو تحقيق للصحيفة عن شركة بيليفون، هكذا يقول العنوان الرئيسي. والكشف يقول شركة بيليفون تخالف تعليمات في اتفاقيتها، هكذا على حد صحيفة عرب الداخل. وفضيحة جديدة للجنود في سخنين ويافة الناصرة وطرعان، يعتقدون جنود يشترون قصائم وهمية ويبيعونها بربح مئات ألاف الشواقل. هذا من عناوين كذلك عرب الداخل. مواطنون من سخنين، دائرة أراضي إسرائيل تتعمد استغلالنا ونطلب من البلدية التدخل. ثمن القصيمة 400 متر وصل في سخنين إلى 500 ألف شيكل. وهذه العناوين الرئيسية من صحيفة عرب الداخل. ومن هذه الصحيفة مستمع الكرام إلى بعض العناوين في وكالة معا الإخبارية في الموقع التابع لها. فلسطين مهيئة لزلزال بقوة 6 إلى 7 درجات في أي وقت، هكذا يقول هذا الخبر. وتسونامي المتوسط سيصل إلى 6 أمتار، هذا بحسب الخبر في وكالة معا الإخبارية. إذن والحديث هو مع مدير مركز هندسة الزلازل الدكتور جلال الدبيك، والذي كشف أن فلسطين والمنطقة قد تتعرض لزلزال تصل قوته القصوى إلى 6 إلى 7 درجات، وفلسطين مهيئة، هكذا يقول الدكتور الدبيك. إيمان، الغريب في الأمر هنا بأن الحديث عن الزلازل يجري منذ حوالي عامين،
وهنالك يعني انذارات خطيرة جدا في إسرائيل بأنه قد تكون كارثة يعني تؤدي إلى عشرات آلاف القتلى. بس مش مكتوب وينت. لا مش مكتوب وينت، مش مكتوب وينت. ولكن الغرابة من مكان بأنه في إسرائيل يحذرون ويستعدون لذلك، ودكتور دبيك يقول بأنه يعني المسألة مش مهم، يعني مش راح يصير إشي. صباحكم مع ناس FM.